Hi everyone, welcome to today's Business English Lesson 1. هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا هي Profit or Loss في سوق البيزنس، والكلام ده هيكون مفيد جدا ليك سواء انت في ان انت مثلا طالب مثلا وعايز تعرف عن الشغل مثلا، وان انت يكون عندك خبرة بالانجليش بيزنس، وان انت سواء مثلا عندك شغل بتاعك. المصطلحات دي هتفرق معاك جدا كتير جدا. فحقيقة هندرس النهاردة حاجات مهمة جدا. النهاردة lesson 1 أول درس لينا خالص في in business English. حرفيا فرصة حلوة ليك جدا. انت الحاجات دي بره غالية جدا، وان انت عشان تفهم اساسا الحاجات دي حرفيا انت بتدفع فلوس كتير، وان انت المحصلة بتاعتك بتبقى في الاخر زيرو. فهنبدأ النهاردة. حرفيا ركز معايا، عايزين بس كل اللي احنا هنحتاجه ورقة وقلم عشان تسجل كل حاجة. هيكون أول حاجة عندنا vocab، هنهتم بنقطة الفوكاب. تاني بوينت هنهتم بسنتنس وجمل على الحاجات دي. والتالت حاجة هنعمل ديالوج بسيط. رابع حاجة هيكون عبارة عن تيبس ونصايح. خامس حاجة هيكون بس الخاتمة بتاعة الفيديو. طب دلوقتي فانزل سبسكرايب ويلا نبدأ دلوقتي. ولو انت أول ما تشوفني لايك الفيديو سبسكرايب، ومتنساش تتابعني على الانستا. اول كلمه هنتعلمها النهارده فهي كلمه بروفيت اللي هو ربح. تاني كلمه لوس خساره. تالت كلمه عندنا، سجل الكلمات دي في ورقه او انا هكتبها قدامك، فانت بحيث انت تكتبها مثلا في الورقه والقلم اللي معاك، او في نوت او اي حاجه انت حابب تذاكر فيها. تالت حاجه ريفينيو. ايه الريفينيو ده كل الفلوس اللي انت بتاخدها، اي ربح جالك او اي فلوس دخلت لك، فهي دي الريفينيو. طب الاكسبنسز دي المصاريف، اي فلوس انت دفعتها بره، سواء تكلفة منتج اي حاجة، دي هي الاكسبنسز. طب ايه الكلمة الخامسة؟ في مصطلحين عندي مهمين جدا، هما تلاقيهم نفس الحاجة بس هما مختلفين. جروس بروفيت ونت بروفيت. جروس بروفيت دي انت مثلا الارباح الريفينيو اللي احنا خدناه هنطرح منه الاكسبنسز اللي هي بتاع كوست اوف جود سولد، اللي هي تكلفة البضاعة اللي انت بعتها، دي هيطلع لك فيها الجروس بروفيت. عندك حاجة تانية اسمها نت بروفيت. نت بروفيت دي انت بتخصم كل الاكسبنسز، مش تكلفة المنتج بس، كل الاكسبنسز سواء كهرباء مية اي حاجة سيلز اي حاجة، دي انت بتخصمهم وبيطلع في الاخر النت بروفيت. طب ايه اللي بعدها؟ عندنا بريك ايفن بوينت. ايه بريك ايفن بوينت دي؟ بريك ايفن بوينت دي نقطة تعادل. ايه نقطة التعادل؟ انا مثلا عندي مثلا نفرض مثلا نقطة التعادل عند 3000 يونت، فانت اي حاجة تحت ال 3000 يونت انت هتبقى خسارة، هيبقى في لص عندك. فوق ال 3000 يونت هيبقى عندك بروفيت. طب ليه تحت في خسارة ليه فوق؟ بريك ايفن بوينت دي النقطة اللي عندها الريفينيو بيساوي الاكسبنسز، كل الاتنين بيساووا بعض، فانت ولا بتبقى كسبان حاجة ولا انت خسران حاجة. هي يعني معدل الاستفادة زيرو، لان انت الفلوس اللي انت خدتها هي فلوس انت دفعتها. لكن بعد بريك ايفن بوينت اي فلوس انت بتجيلك فدي ربح، انت تحتها انت خسارة. طب ايه الحاجة اللي بعدها بقى؟ اخر كلمة معانا هتبقى الاوبريتنج كوستس، دي تكلفة التشغيل. كفاية كده لحد دلوقتي فوكاب، احنا نخش في المهم الجمل، لان هي الجمل هي الاساس. نخش دلوقتي في السنتنس. فاحنا مثلا عايزين نقول ان احنا حققنا مثلا ربح 10,000 دولار. we made a profit of 10,000. احنا عملنا ربح 10,000 دولار. طب تاني حاجة الكلمة اللي بعدها، مثلا ممكن نقول مثلا the company make a loss the last quarter. الربع اللي فات الكومباني بتاعتنا ايه عملت خسارة، او مثلا سفيرد اوف لوس، تعاني مثلا من خسارة. حابين مثلا نقول ان الارباح بتاعتنا زادت مثلا بقدر مثلا 20%. our revenue increased by 20%.
الارباح بتاعتنا زادت بنسبة 20%. هو الافضل ان انت تعرفها بالجمل اكتر من ان انت تعرفها بالكلمات. الكلمات بقى ممكن تتنسى، الجمل عادة بتثبت اكتر، وهي دي اللي انت هتستخدمها اكتر في حياتك العملية. احنا مثلا هنقول مثلا احنا مثلا عملنا البريك ايفن في مثلا في مارس، وصلنا البريك ايفن في مارس، وي بريك ايفن ان مارش يعني، او مارس على حسب الامريكان ولا بريطانيا. ان احنا عملنا البريك ايفن تمينا البريك ايفن في شهر مارس. طب احنا مثلا هنعمل ديالوج بسيط إيه، او محادثة بسيطة هيكون مثلا من 4 جمل مثلا ايه عن الموضوع ده. How was the financial report? Good news. We made a profit of 100. That's great. What about your expenses? Lower than expected. Around 5000. انا حبيت نعمل النهارده الفيديو بس يكون بسيط، ما حبيتش ان هو يكون كتير. هنعمل فيديو يوم ويوم. الفيديوهات اللي بعد كده هتكون احسن وهتكون طويله بمعنى صح. هيكون فيها حاجات كتير جدا، بس انا حبيت اعمل حاجه بس تجربه بسيطه بس يعني يكون فيديو 5 دقايق ويكون قصير. متنساش تتابعني انستا، وفي فيديوهات كتير بتنزل على انستجرام، وشورتس هتنزل هنا، فمتنساش سبسكرايب للقناه سواء هنا او انستجرام. وعندك الشانل الواتس، وعندك التليجرام، فما تنساش تتابعني هناك. كله ده موجود في البايو تحت. فان شاء الله شفتوا فيديو جديد ويكون فيديوهات احسن واطول. وما تنسوش الورقه والقلم والنوت، وتجهزوا حد بحيث اللي هي ما تقعدش تدور دايما، هتضطر ترجع دايما تسمع نفس الفيديو كذا مره. فانت لما تكون مسجله هتراجع بس من الورق اللي انت عامله وخلاص. ونحاول نعمل PDF، وهنحاول نعمل listening والحاجات دي بس انا ان شاء الله قريب.